منها أيضا لطيفة هذه قد تكون أيضا على يعني شيء تأمل لا شك، لكنها يعني أيضا في موسى. أظن قال ابن كثير في قول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. من اللطائف اللي ابن كثير يقول من وجاهته عند الله أن الله قبل وساطته ليكون أخوه نبيا. فيه أن النبوة هذه اصطفاء، والنبي الله يختار واختار، الله يصطفيهم، ومع هذا لوجاهتي قال خلي معي أخوه، قال هذا من وجاهتي. فالعلماء يقفون يعني وقفات عجيبة. يقول عز وجل في موسى عليه السلام: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. ما علاقة طلبات موسى عليه السلام بالتسبيح الكثير؟ لاحظوا، قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. إذا هذه 6. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. وكان بالإمكان يعني في بادئ الأمر أنه يجلس أخوه هارون يسبحه الليل والنهار. لماذا أتى بهذه الأشياء ليسبح؟ قال العلماء لا، وسأل الله هذا السؤال لماذا؟ لكي تنجح الدعوة، وإذا نجحت الدعوة كثر الذاكرون وكثروا وسبحوا كثيرا. ولهذا هذا إذا شئت فعلا مقومات الدعوة، أولا أن يشرح الله صدرك. فعلا الداعية ينبغي شرح الصدر من حيث الحلم وسعة الناس، إذا في كلام طويل. ويسر أمري، لا إذا لم ييسر الله الأمر لن تخطو خطوة واحدة. واحلل عقدة من لسانه، وإن كان طبعا عنده لسانه فيه عقدة، لكن أيضا البيان سواء منه بغير عليه السلام حتى يفقه قولي. لابد فعلا الكلام، يعني الكلام أو الدعوة يعني اجتهد في أن يفقه الناس، وإن كان هذا بيد الله عز وجل، لكن مهما كان اجتهد في تبسيط الكلام، في تبسيط اللغة، في تبسيط كذا، في قوة البيان، في البراهين، في الحجج إلى آخره ليفقه. ثم أيضا اجعل لي وزيرا من أهلي. أولا لا شك طبعا هذه أمور أخرى ما لها علاقة بالأستاذ، أنه يعني أن الإنسان ما يكون أناني، وأنه فعلا يريد هذا. والشيء الثاني أيضا لا مانع أن الإنسان إذا كان من أهله من هو أهل أن يقربه، ليس هذا ليس محاباة. قال اجعل لي وزيرا من أهلي وأشركه في أمري يساعدنا في الدعوة. وهذا أيضا لا شك أن يعني أن يكون الداعي مفتوح، إياه الحسد وإياه الأشياء اللي كذا. فحينما فعلا يكون أشركه في أمري، معناته أنه فعلا يريد أن الدعوة للجميع، وأنهم كلهم يسهمون في الدعوة، ولا يحاول أن يزاحمهم ولا يمنعهم ولا يريد أن تكون الأسماء كلها له أو النجاحات كلها له.